هو عقب الذنب؟ وأين يقع في الجسم؟ كيف لا يبلع عقب الذنب ولا يهلك أبدا؟ حتى لو تعرض إلى درجة حرارة عالية، حتى لو تعرض لأقوى أنواع الأشعة اللي بتخرب الحمض النووي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. في هذه الحلقة سنعرف إجابات واضحة لهذه الأسئلة، وكيف كشف العلم السر الخفي وراء الحكمة الإلهية، ويؤكد دقة اللفظ القرآني وصحيح السنة. عقب الذنب هو عظمة صغيرة من عظام الإنسان في حجم حبة العدس، موجودة في آخر جزء من فقرات العصعص. بس الموضوع مش بالبساطة دي، لأنها قصة وهتطول معانا في أكتر من حلقة، لكن القصة مثيرة ومبهرة جدا بالنسبة لكم. دايما كان العلماء في النصف الثاني من القرن العشرين بيشوفوا الإعجاز في حديث عقب الذنب بناء على قاعدتين علميتين. أول قاعدة إن العصعص اللي بيتبقى من الإنسان ده هو ذاته اللي بيفضل من جزء أولي في الجنين، وهو بيتكون اسمه من البريميتيف ستريك أو الشريط الأولي. ده جزء محوري جدا بيظهر في أوائل الأسبوع الثالث من تكون الجنين، وبتمر من الجزء ده خلايا من طبقة الإكتوديرم اللي هي الخلايا الخارجية، عشان بعد لما تمر تتحول لطبقة تانية هي طبقة الميزوديرم اللي هي الخلايا الوسطى، وبعد كده بيتقلص البريميتيف ستريك أو الشريط الأولي، واللي بيفضل منه أجزاء صغيرة جدا جدا بتفضل في آخر فقرة من فقرات العصعص. القاعدة الثانية بتقول إن الطفل المولود لما بيحصل له ورم في منطقة العصعص اللي اسمه تيراتوما، بنكتشف إن الورم ده بيحتوي على كل مناطق الجسم البشري أو عينات أو خلايا من أجزاء الجسم البشري، زي أنسجة الشعر، أنسجة من السنان، ساعات بنلاقي سنة أو شعر جوه التيراتوما. لكن أي باحث هيفتش في المراجع والأبحاث هيصاب بالإحباط طبعا لما يعرف إن البريميتيف ستريك أو الشريط الأولي بينتهي ويختفي في أواخر الأسبوع الثالث أو نص الأسبوع الرابع. الحقيقة إن البريميتيف ستريك قبل ما بيختفي تماما بيسيب ليه ديل، وهو فعلا بيبقى موجود في منطقة الديل اللي هو العصعص، يعني بيجي بيتقوقع ويبقى بواقي ليه في الديل الإنسان اللي هو مكان الديل في الحيوان اللي هو العصعص. المنطقة دي بتتكون من حاجة اسمها الإكتوديرم، وبتختفي هي ويفضل ابنها في المنطقة، لكن للأسف بيسيب مرض أو بيتسبب في مرض خبيث اسمه التيراتوما، وهو أشهر مرض خبيث أو ورم خبيث على الإطلاق في الأطفال. ده البريميتيف ستريك اللي بيكون الحبل الشوكي بتاعنا والأغشية اللي حوالين الحبل الشوكي. وفي الأسبوع الرابع زي ما احنا شايفين بيبتدي يختفي البريميتيف ستريك ويتقوقع في منطقة الديل اللي هو المنطقة اللي عندنا اسمها العصعص. للأسف الشديد ساعات بيحصل ورم خبيث، ده هنا اسمه الكودال إيميننس اللي هو بواقي البريميتيف ستريك. ساعات الكودال إيميننس ده بيتسبب في ورم خبيث في الأطفال زي ما احنا شايفين اسمه التيراتوما. التيراتوما دي من أشهر الأمراض الخبيثة اللي موجودة في الإنسان، لكن المفروض ان هو بيبقى موجود في منطقة الديل في العصعص هنا، وده طبقا لقول رسول الله: ومنه خلق. يعني الإنسان خلق من هيعاد خلقه من عقب الذنب. عقب الذنب ده عبارة عن الجزء الأخير في العصعص اللي بيفضل فيه الكودال إيميننس اللي هو أصله البريميتيف ستريك. ربنا بينزل مطر من السماء في مادة معينة بتخلي الإنسان ينبت مرة أخرى من البريميتيف ستريك اللي هو موجود في العصعص، وكما ينبت النبات. وبعدين جاء العالم الألماني هانز سبيمان ولقى إن في حاجة اسمها الشريط الأولي،
الشريط الأولي ده اللي هو البريميتيف ستريك اللي مسؤول عن خلق جميع أجهزة الجسم في الجنين، وعشان يثبت ده عمل أكتر من تجربة. هنشوف تجربة عملها دكتور هانز سبيمان الألماني على الشريط الأولي اللي هو البريميتيف ستريك. ده دكتور سبيمان الألماني اللي هو اكتشف البريميتيف ستريك، ودي زميلته هيلدا. دكتور سبيمان جاب جنين اللي هو المعطاء اللي هو هياخد منه جزء الشريط الأولي منه، وده الجنين الثاني اللي هيحط فيه الشريط الأولي اللي خده من الجنين الأولاني. هنا بياخد البريميتيف ستريك أو الشريط الأولي وبيحقنه في قلب الجنين الثاني. هنشوف هيحصل ايه. الغريب ان يتكون جنين تاني توأم. هنا جاب الشريط الأولي من جنين وكرر التجربة، بس بعد ما طحن الشريط الأولي قطعه وطحنه، وبعد كده حقنه في الجنين التاني، وهنشوف هيحصل ايه. طحنه في الأول وبعدين حقنه في الجنين التاني، الشريط الأولي فقط. هنلاقي نفس النتيجة بتتكرر رغم ان هو اتطحن، الشريط الأولي اتطحن وكون 2 أجنة توأم مع بعض متلاصقين. نفس الصورة اهي، ده توأم لده، يعني 2 أجنة متلاصقين. طبعا ده عملها في الضفادع. كرر التجربة لتاني مرة بعد ما غلى الشريط الأولي. كرر التجربة تاني مرة بعد ما غلى الشريط الأولي وحقنه في الجنين التاني. لقى برضو إن بيطلع توأم متلاصق بعد الغلي الشريط الأولي. وكرر التجربة لثالث مرة بعد ما حرق الشريط الأولي بتاع الجنين الأولاني وحقنه في الجنين التاني اللي هو المضيف. طلع نفس النتيجة اتكررت للمرة الثالثة، إن توأم متماثل ومتلاصق. ده معناه إيه؟ طلع بنتيجة واحدة، إن الشريط الأولي ده بيفضل موجود للأبد ولا يبلى ولا يفنى، وعشان كده إحنا بننبت منه تاني مرة بعد القيامة إن شاء الله. وحصل دكتور هانز سبيمان على جائزة نوبل سنة 1934 بسبب توصله إن دور الشريط الوراثي في خلق أجهزة الجسم، وأنه لا يبلى بالطحن أو الغلي أو حتى الحرق. وفي رمضان سنة 1424 هجريا الدكتور اليمني عثمان جيلان عمل تجربة وحرق 5 من عصاعيص الغنم بمسدس غاز لمدة 10 دقايق لحد ما اتفحمت تماما، وبعد الفحص اكتشف ان الخلايا لسه حيه ومتاثرتش ابدا بالحرق. اما الدكتور بقى احمد شوقي ابراهيم فنشر في مقال في جريده اللواء الاسلامي قال فيه انه كطبيب مش شايف ان عظمه العصعص هي عضو الذنب ولا فيها جزء منه حتى، وان الجسم كله بيبلى ومش بيفضل منه غير ذرات. ما هي الذرات دي هي نفسها المقصود بها عضو الذنب. كل التجارب العلميه دي مؤداها ان بذرة الانسان هي نفسها عضو الذنب، وان عضو الذنب ده بيلزمه مواصفات معينة هنخصص لمواصفاته حلقة تانية. لكن من ضمن المواصفات دي انه بيكون حي محمي بشكل قوي جدا، لا يتأثر لا بالنار ولا الضغط ولا الاشعاع ولا اي ظروف مناخية برد او حرارة او غيره. لازم كمان الجزء ده يكون عليه كوبي او نسخة مخزنة في كتاب الحياة اللي هي المادة الوراثية، زي لون العين أو نوع البشرة أو لون الشعر، القلب، الرجلين، الدم، اللسان، كل ما يخص الكائن الحي عشان ينبت مرة تانية.
لازم تلاقيه في كتاب الحياة المعروف ب DNA أو الحمض النووي. لما عملوا استنساخ وظهرت النعجة دول اللي كلنا عارفينها، ما ظهرتش طفلة وابتدت تكبر، لا دي ظهرت عندها 6 سنين، بدأت من عمر كتاب الحياة اللي اتزرع فيها. ال6 سنين بكل ما فيها، حالتها المزاجية وتغيراتها وتقلباتها وتقلبات الحياة فيها. من سنين فاتت والمعامل بتنتج خلايا نباتية لحد ما بتتباع الخلايا دي كشتلات بجودة عالية. زراعة الخلايا الحيوانية والبشرية كمان بتحصل، ومش شيء غريب دلوقتي، ده علم كامل ومعروف باسم علم زراعة الخلايا أو الأنسجة. مهمته إنبات الخلية عشان تبقى نسيج كامل، يعني خلية واحدة كفاية لأنها تكون عضو الذنب، بس يلزمها صفات معينة هنعرفها مع بعض في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. وقل رب زدني علما. كده خلصت حلقة النهاردة، أتمنى تكون المعلومة وصلت بسهولة وإفادة عشان نقدر نستكمل مع بعض سويا الحلقات اللي جاية من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وصحيح السنة. أكون سعيد بتلقي آرائكم واقتراحاتكم وأسئلتكم في التعليقات تحت الفيديو أو في الرسائل على صفحة البرنامج، وإن شاء الله أقدر أرد عليها كلها في الحلقات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.